اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي، هنعمل كبسه الجمبري. عايز اقول لكم شويه رز مبهر روعه الروعه. تعالوا مع بعض نركز في المقادير. بقول لك السي فود بيظبط المود، عايز مودك كده يبقى كويس وانت بتتفرج عليا، واعمل لي لايك للفيديو دوت. ولو كملت الوصفه للاخر وعجبتك اكتب لي كومنت وقول لي رايك ايه. تعالوا مع بعض نركز في المقادير ونشوف الوصفه عامله ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنسمي بسم الله ونحط كسرولة او حله على النار، وبعد كده ننزل بمكعبين من الزبده ونسيبهم يسخنوا كويس جدا. عندي نص كيلو من الجمبري سواء فريش او فروزن مش هيفرق معايا الكلام، المهم يتغسل غسله كويسه. وبعد كده ننزل في الزبده نعمل له الصدمه الجميله. ننزل بشويه من البابريكا وشويه من الكركم وشويه من الكاري وشويه من الثوم الباودر والبصل الباودر والفلفل الاسود ومكعب مرقه سمك. كل التوابل اللي فاتت ديت ربع معلقه من كل حاجه. حلو الكلام حلو الكلام. هنبتدي نسيب الكلام ده كله يتشمع تشميعه كويسه والجمبري يشرب من الصوص الجميل اللي احنا عملناه. اول ما نبتدي نحس ان الجمبري استوى معانا نص سوا نبتدي نرفع الجمبري زي ما حضراتكم شايفين. عايز اقول لكم يا جماعه نعمل بقى شويه رز مبهر روعه الروعه من ورا العقل بشويه في نفس الصوص بتاع الجمبري دوت. هنوريكم دلوقتي هنعمل ايه. بعد ما ببتدي ارفع الجمبري هبتدي انزل ببصلايه مفرومه ناعم ونقلب فيها كويس لحد ما البصلايه تدبل معايا خالص زي ما حضراتكم شايفين. عندي هنا مكعب زبده، ممكن اضيف مكعب زبده مفيش اي مشكله خالص، برده هينفع معايا لان انا هضيف رز والموضوع عندي عايزه يبقى مفلفل وطعمه جميل. بنزل بمكعب الزبده واقلب تقليبه كده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بجهز عندي طماطم تكون متقطعه مكعبات صغيره، ببتدي انزل بالطماطم، وكمان عندي كزبره تكون متقطعه خشنه شويه مش عايزها ناعمه قوي. بنزل كده بالطماطم زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هننزل بالكزبره ونقلب تقليبه كويسه. الرز بقى عندي هنا انا ما نقعتوش، عايز اقول لكم غسلته حوالي مرتين لحد ما الميه بتاعته بقت شفافه تماما وهيطلع معاكم فلفل وزي الفل. كوبايه الرز عندي بحط عليها كوبايه ونص من الميه المغليه وبغطي الكلام ده كله كويس على نار عاليه لغايه ما يغلي معايا اول غلوه. بعد كده بنوطيه على نار هاديه خالص ونغطي بالفويل ونسيبه يستوي براحته، وهيطلع معاكم احلى رز بسمتي في الدنيا كلها. بيقعد حوالي 10 دقائق 12 دقيقه اقصى حاجه، وبعد كده بنطلعه نقلبه تقليبه ونحط بعد كده من فوق الجمبري زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. بنفتح الفويل زي ما انتم شايفين. الريحه هنا يا جماعه موضوع كبير، لازم تجربوا فعلا الوصفه دي. بنزل بالجمبري بقى والصوص الجميل اللي احنا كنا عاملينه في البدايه، ونبتدي نغرف الطبق بتاعنا مع بعض ونعمل له شكل كويس ونقدمه على السفره بتاعتنا بشكل كويس. دايما بقول ان اي حاجه بتعملوها حتى لو ابسط حاجه، انا عن نفسي في البيت لما باجي اعمل فطار ابسط حاجه شويه فول بنزين الاطباق بتاعتنا من نفس مكونات الطبق، ما بنجيبش حاجه من بره ولا حاجه. لكن عودوا نفسكم وخلي ده الواي بتاعكم، مش شرط يكون عندنا ضيوف، مش شرط نكون عازمين ناس عشان نعمل اطباق شكلها كويس. لو انتوا خدتوا الطريق دوت صدقوني احلى شغل واحلى اطباق هتطلع من تحت ايديكم. لكن عودوا نفسكم على الكلام ده من البدايه لو انتوا لسه مبتدئين في المطبخ. ولو انتوا بقالكم فتره بتعملوا اكل في البيت او متعودين او عندكم اولاد، غيروا طريقه تقديم الاطباق صدقوني هيفرق معاكم 360 درجه. لو انتوا وصلتوا لحد هنا معانا في الفيديو اتمنى تكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في وصفه النهارده. اعملوا لايك وشير لاصحابكم اللي بيحبوا السي فود، وان شاء الله انتظروا مننا وصفات جايه كتير ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. بالنسبه لي وصفه النهارده كانت موفره معايا في الوقت والمجهود، ما خدتش مني وقت كبير، وكمان ما استخدمناش غير حله واحده. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو اعملوا لايك وشير واكتبوا لنا في الكومنتات رايكم ايه في الوصفه بتاعت النهارده، واكتبوا لنا كمان لو محتاجين مننا اي وصفات احنا نشوفها في الكومنتات وهننفذ على طول. دايما تحت امركم. بشكركم على المشاهده وبشكركم دايما على الدعم لينا. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.